أيام عصيبة وأجواء متوترة للغاية قد عاشها سكان محافظة القاهرة في الأيام الماضية، حيث كشفت بعض من وسائل الإعلام المصرية بأنه قد تم العثور على 3 جثث في مناطق صحراوية متفرقة، وتحديدا على طريق الإسماعيلية وبورسعيد الصحراوي. وبحسب المصادر والتحريات بأن مرتكب هذه الجرائم الثلاث هو شخص واحد فقط. ولقد تمكن رجال الشرطة المصرية في مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسماعيلية وبورسعيد من إلقاء القبض على هذا السفاح في فجر يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، والذي تبين فيما بعد أنه يدعى كريم ويبلغ من العمر 37 عاما، وكان يعمل في السابق مدرسا لفترة قصيرة، وبعدها ترك التدريس ليعمل في التجارة والأعمال الحرة. كما أشار رجال المباحث أن هذا السفاح يحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية، وقد انفصل عن زوجته منذ 4 سنوات فقط، وبعد الانفصال استأجر شقة في منطقة التجمع الخامس، وقام بتجهيز هذه الشقة لتكون مسرحا لجرائمه القادمة، حيث أنه قام بعزل الصوت عن إحدى الغرف حتى لا يسمع الجيران صراخ ضحاياه. وبدأ هذا المختل بعدها باستدراج فتيات الليل إلى هذا المنزل المستأجر بهدف قضاء ليلة حمراء سويا، وكان يجبر هذه الفتيات على تناول مخدر الآيس حتى يسهل عليه تقييدهن، وبعدها يقوم بتعذيبهم حتى الوفاة. وقد نوه رجال الشرطة بأنهم قد وجدوا 3 جثث فقط، ولكن على الأرجح قد يكون العدد أكثر من ذلك، وهذا ما ستكشفه التحقيقات.